السلطانة ملك ولدت في 27 أكتوبر عام 1869 في القسطنطينية. هي الزوجة الثانية للسلطان حسين كامل سلطان مصر، وهي أول سلطانة لمصر في العصر الحديث منذ السلطانة شجرة الدر في بداية الدولة المملوكية، واسمها بالكامل هو ملك جشم إفت، وكان لها وقف بمركز المحلة الكبرى مساحته 1214 فدان. صدر منها الأمر به في 3/4/1916، وقد رزق منها السلطان حسين كامل ب3 أميرات. الأميرة قدرية ولدت في 10 من يناير عام 1888. الأميرة سميحة ولدت في 17 من يوليو عام 1889، وهي التي تحول قصرها في الزمالك في شارع حسن صبري إلى مكتبة القاهرة الكبرى الآن. الأميرة بديعة ولدت في 4 من يوليو 1892، وقد ظلت السلطانة ملك محتفظة بشبابها ورونقها حتى بعد رحيل زوجها السلطان حسين كامل، وظلت تحمل لقب السلطانة، واستخدمته كثيرا في كل رحلاتها الداخلية والخارجية، كجواز مرورها نحو التمتع بحياة خاصة في رحلاتها الخارجية. وابتداء من عام 1918 وحتى يوم رحيلها ظلت السلطانة ملك تعيش حياتها كسلطانة سابقة لمصر، تحظى باحترام الجميع، حتى الصحف والمجلات التي كانت تصدر كانت تهتم بأبرز أخبار رحلاتها ونشر صورها مع ضيوفها في الداخل والخارج. اشتهرت السلطانة ملك رحمها الله بارتداء اليشمك الأبيض، وكانت لها طقوس خاصة تفعلها كل رمضان، فكانت تأتي بموكب يضم عربة من عربات الخيل والتي تسمى الكوبيل، وكانت مبطنة بالحرير، حيث كانت تجلس السلطانة، وكان قائد العربة يجلس بجوار فتى يرتدي زيا أزرق اللون بخطوط حمراء وأزرار من النحاس اللامع، وعند توقف العربة يقفز ليفتح باب العربة للسلطانة ويقدم لها التحية. وكانت السلطانة تخرج من حقيبتها أكياس، بكل كيس 10 ريالات ذهبية لتوزعها على الأطفال، خاصة الفقراء والأيتام. واستمرت هذه العادة طوال عمرها المديد الذي تجاوز 80 حتى وفاتها رحم الله السلطانة ملك. توفت في 4 فبراير عام 1956 في القاهرة عن عمر 86 سنة. شكرا لحضراتكم للاستماع. شكرا أصدقاء قناة مصر زمان.